النهاردة عايز أشارككم شيء شخصي جدا، شيء بدأ من 3 سنين تقريبا، لكن أثره لحد النهاردة مستمر معايا. وممكن لو بدأت أنت كمان يغير حياتك بطرق عمرك ما تتوقعها. مؤخرا أنهيت قراءة الكتاب رقم 13 في السنة دي. ويمكن الرقم ده مش كبير بالنسبة لناس تانية بتقرأ 30 أو 50 أو حتى 100 كتاب في السنة، لكن بالنسبة لي ده إنجاز عظيم. والسبب مش الرقم نفسه، السبب هو أنا كنت مين قبل الرحلة دي وبقيت مين بعدها. قبل 3 سنين كنت شخص ما بيقرأش خالص، وقراءة الكتب كانت بالنسبة لي حاجة تقيلة جدا، لحد ما في يوم شخص قرر يبعت لي كتاب وقال لي إني لازم أخلصه، وده علشان بعد ما انتهي من قراءة الكتاب هيسألني عن أشياء فيه. والحقيقة الإحراج هو السبب الوحيد اللي خلاني قررت أبدأ. بدأت بصفحة ومعرفتش إن الصفحة دي هتفتح لي أبواب عمري ما دخلتها قبل كده. ومن يومها ولحد اللحظة اللي بسجل فيها الفيديو ده خلصت أكتر من 40 كتاب. يمكن الرقم لحد دلوقتي مش ضخم، بس لو جمعت تأثير ال40 كتاب دول على حياتي هلاقي إنهم كانوا أكبر بكتير من إنهم مجرد كتب. الناس بتحب تشوف فيديو، تحب تسمع بودكاست، والطبيعي إن المشاهدة أو السماع أسهل، لكن هل الأسهل دايما هو الأعمق؟ القراءة مش ممتعة زي فيديو متصور كويس، ولا سهلة زي إنك تسمع حد بيحكي لك، لكن القراءة بتعمل حاجة مفيش حاجة غيرها بتعملها. القراءة بتفتح لك عين جديدة، عين تشوف فيها العالم. كل كتاب حرفيا عين جديدة، زاوية رؤية جديدة، طريقة تفكير جديدة، معلومة عمرها ما كانت هتوصل لك من فيديوهات 5 دقايق ولا حتى كورس. الكتب هي المكان اللي الكاتب بيحط فيه كل الخبرة اللي كونها، غلطاته، حكمته، آلاف الساعات اللي عاشها. خليني أقولك سر، معظم الفيديوهات اللي بنتفرج عليها ومعظم البودكاست اللي بنسمعه وحتى معظم الكورسات اللي بناخدها كلها مبنية على كتب. يعني اللي بيقرأ ما بيستقبلش نسخة مبسطة من الفكرة، لا، هو بياخد الفكرة كأصل، بياخد جوهرها وعمقها وقوتها كمان. وده السبب اللي خلى القراءة بالنسبة لي تتحول من عادة لجزء من هويتي. وخليني أقولك إن أول شهر كان أصعب شهر. كنت بقرأ صفحة واحدة بس، وفي أيام ما كنتش بقرأ خالص، وفي أيام كنت بقرأ بالعافية. لكن بعد شوية بدأت الصفحة تبقى صفحتين، ثم 3، ثم 5، ثم فجأة لقيت نفسي بقرأ 10 صفحات في اليوم، وده من غير ما أحس. وعرفت وقتها إن القراءة مش عادة صعبة، القراءة قرار صغير، قرار يومي مش محتاج أكتر من 5 دقايق. طب خلينا نسأل سؤال، إيه اللي ممكن يحصل لك لو قرأت بشكل مستمر لمدة سنة أو سنتين أو 3؟ هقولك عن نفسي. أول حاجة، طريقة تفكيري اتغيرت. زمان كنت بتعامل مع المشاكل بطريقة واحدة، دلوقتي بقيت بشوف 10 حلول لأي مشكلة. الكتب وسعت دماغي، فتحت طرق جديدة للتفكير، خلتني أشوف الحياة بشكل أوضح. وتاني حاجة، ثقتي في نفسي زادت، عشان ببساطة المعرفة قوة، ولما بتعرف أكتر بتتصرف أحسن، ولما بتتصرف أحسن ثقتك في نفسك بتزيد. وتالت حاجة، اتعلمت مهارات عمري ما كنت هتعلمها، من مهارات التفكير للتخطيط لإدارة الوقت للتعامل مع الناس للفهم العميق لمشاعري، وكل ده من الكتب. رابع حاجة، اتغيرت علاقتي مع نفسي. الكتب علمتني أفهمني، أعرف نقاط قوتي، نقاط ضعفي، إزاي أتعامل مع ذاتي وإزاي أطورها. وآخر حاجة، اتعلمت من تجارب ناس عاشت من سنين كتير قبلي. كتاب واحد ممكن يكون خبرة 20 أو 30 سنة من حياة شخص، وأنا باخدها كلها في كتاب واحد. لو فكرت فيها ده حرفيا أكبر اختصار وقت في التاريخ. أنا مش هقولك اقرأ كتير، أنا هقولك اقرأ صح. يعني اقرأ الكتب اللي تهمك، اللي تساعدك تفهم نفسك أو تفهم العالم حواليك. الكتب اللي تساعدك تحسن من نفسك وتعالج مشاكلك في الوقت الحالي، أو اللي تبني لك معرفة هتحتاجها بعدين. طيب ناس كتير هتسأل أبدأ إزاي؟ أقولك بصراحة، ابدأ بصفحة واحدة بس، مش 20 صفحة ولا ساعة قراءة ولا خطة معقدة. صفحة واحدة بس، ولو الصفحة كتير اقرأ فقرة واحدة بس. المهم إنك تبدأ، تكرر وتثبت. بعد أسبوع هتلاقي نفسك بتقرأ 3 صفحات، وبعد شهر هتلاقي نفسك بتقرأ 10 صفحات في يوم واحد ومن غير ما تحس. القراءة مش محتاجة مجهود كبير، ولا لازم تقرأ كل يوم ساعتين. القراءة زي المشي، خطوة صغيرة لكن مستمرة. حتى لو قرأت 10 دقايق بس، لو استمريت النتيجة هتكون عظيمة. اللي هقوله دلوقتي يمكن يكون أهم نقطة في الفيديو كله. القراءة بتخلي جزء في دماغك اسمه القشرة الجبهية الأمامية يبقى أقوى، وده الجزء المسؤول عن حاجات كتير: اتخاذ القرارات، تنظيم الوقت، ضبط النفس، التركيز، حل المشاكل، والتفكير المنطقي. كل ده بيبقى أقوى بالقراءة. يعني القراءة مش بس معلومة، القراءة بنية دماغية جديدة. أنا مش بعمل الفيديو ده عشان أقولك أنا قرأت 13 كتاب لحد دلوقتي السنة دي، ولا عشان أقولك أنا قرأت 40 كتاب في 3 سنين. أنا بقولك كده عشان حاجة واحدة بس،
إنك تقدر تبدأ النهاردة بصفحة واحدة، صفحة واحدة بس، وتبني عادة تغير حياتك كلها. وأقول لك حقيقة مهمة: في زمن فيه ضوضاء ومحتوى سريع وتشتت وضغوط، القراءة ما بقتش رفاهية، القراءة بقت نجاة. لو وصلت لحد هنا فأنت غالبا الشخص اللي عايز يطور نفسه بجد، وده شيء يستحق الاحترام. أتمنى تكون رحلتي مع القراءة مصدر إلهام ليك، تكون بداية لرحلتك أنت كمان. شكرا ليكم، شكرا للصفحات الأولى اللي غيرت طريقي. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.